ليه بنخاف ان احنا نسأل لما نكون مش عارفين المعلومة؟ جوجل المصدر الاول والاساسي للمعلومات في العالم كله. الشركة دي اتبنت على كونسبت واحد، وهو السايكولوجيكال سيفتي او الامان النفسي. مفيش اي موظف من ضمن التيم اللي موجود الا وهو من حقه يسأل ليه، حتى لو السؤال يبدو بديهي او غبي، ولكن لازم يسأل ويعرف. الحكاية دي بتزود نسبة الانتاج بما لا يقل عن 30%، بتزود نسبة الابتكار والافكار الجديدة اللي بتيجي من الاسئلة اللي بتتسأل حتى لو كانت بديهية بنسبة 30%، بتقلل حدوث الاخطاء بنسبة 20%. دي كلها دراسات اثبتتها الابحاث العلمية، انه كل ما التيم بيسال واخد حريته في السؤال وما يتقالوش ايه السؤال البديهي ده، دي من الحاجات اللي بتزود الابداع والابتكار عند الناس. في الشركه دي المديرين بيشجعوا كل الموظفين اللي تحتيهم ان هم يسالوا على اي حاجه لو مش فاهمينها. كل ده من الحاجات اللي بتدعم السايكولوجيكال سيفتي عند كل واحد فيهم. دي من الحاجات اللي بتزود فرص الابتكار في الافكار الجديده عندهم. كان من ضمن الاسئله البسيطه اللي اتسالت وتسببت ان الشركه دي تتنقل نقله تانية وتحقق ارباح اكبر، انه احد الموظفين سال هو احنا ليه ما بنحطش اعلانات على النتيجه البحثيه اللي بتطلع في الاخر؟ حطوا اعلانات على النتائج البحثيه اللي بتطلع، زودت ارباح الشركه مليارات. وده كان من سؤال بديهي بسيط.